اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير قوي. النهارده جايين بحاجه تحفه كلنا بنحبها وبنقعد نسال كتير عليها. بتتباع فين؟ في حد عنده؟ عشان عايزه انزل اشتريه دلوقتي. عيش التورتيلا او العيش الصاج. بصوا عامل ازاي، تحفه. طري جدا جدا جدا. بصوا طري جدا جدا. بصوا عامل ازاي. انا عملت كل الكمية دي ب4 كوبايات دقيق. كل الكمية ده بصوا بصوا. يتحشي بقى شاورما، نوتيلا، بطاطس، جبنة، معاكي ماشي بكل حاجة. هنعمل بيه وصفات كتير جدا جدا الفترة اللي جاية. بس انا حبيت ان انا اقول لكم الطريقة ازاي، علشان مش بيتوفر كتير في السوبر ماركت، او في ناس بتبقى عايزاه طازه على طول، وممكن بتفرزيه وتحطيه تفرزيه وتطلعيه قبلها كده بشويه يفك وتستخدميه عادي خالص كأنك لسه عاملاه طازه. يلا مش هطول عليكم، نروح نشوف وصفتنا سهله ولذيذه. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وبحبكم بموت فيكم. انتظرونا في وصفات كتير مع بعض الفتره اللي جايه. هنا جبنا حوالي 4 كوبايات دقيق، حطينا عليهم معلقة سكر ومعلقة ملح صغيرة، وجبنا كوبايتين دقيق، كوبايتين مية دافية، وبدأنا نعجن فيها. والمية هنا معانا على حسب ما بتاخد نوع الدقيق، على حسب ما بياخد معانا. هنا طبعا قلبتهم بالمعلقة، بس ده هنعجن واحنا هنخبز عيش، كأننا هنخبز عيش بالظبط. فهنا بدأت ان انا اشتغل بايدي واعجنها لحد ما تلم معايا كده، وابدأ ازود المية حسب ما بحتاج. وهنا نونا حبيبة قلبي بدأت تساعدني وتحط لي المية. وللاسف حطت بزياده، فاضطريت ان انا احط لها نص كوبايه دقيق تاني، او كوبايه الا ربع دقيق. عزت معايا دقيق فحطت لها تاني. وهنا ده القوام بتاعها، فضلت اعجن فيها لحد ما ده القوام بتاعها المظبوط. وسبتها، غطيتها وسبتها لما ترتاح، لان ما فيهاش خميره او بيكنج باودر. وانا كنت عامله كوبايه بقى شاي اخضر، قلت اروق على نفسي كده اشربها لحد ما الخميره العجينه بتاعتي ترتاح. وبدات بعد ما ارتاحت كده سبتها حوالي 10 دقايق، بدأت اكور فيها كده واحطهم بالترتيب جنب بعض. علشان هقول لكم انا رتبتهم كده واحدة 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 جنب بعض وكورتها. وبعد ما خلصتهم خالص غطيتهم وسبتهم برضو ترتاح. اهم حاجة في العجينة دي لازم ترتاح، عشان هي مش مختمرة خالص، فلازم ترتاح عشان تتفرد معايا. ولما بدأت ابدأ بيها، بدأت باول واحدة عملتها. شفت اول واحدة عملتها وارتاحت اكتر حاجة، فبدأت ان انا ارش كده رشة دقيق من فوق ومن تحت عليها، علشان تتفرد معايا سهلة بالنشابة. وبدأت ان انا افرد فيها، وكانت الدقيق كان العجينة معايا كانت جميلة جدا جدا وبتتفرد بكل سهولة. اهم حاجة بكررها عليكم علشان العيش ما يبص منكم وانتوا بتعملوه، لازم تسيبوه يرتاح، لازم يرتاح عشان يطلع مظبوط. هنا كانت بتتفرد معايا بمنتهى السهولة. العيش ده لا غنى عنه، انا ما بقدرش استغنى عنه. انا بعمله وبفرزه وقت ما انا بحتاجه بطلعه بستخدمه لشاورما، في نوتيلا، في جبنه، في بطاطس، اي حاجه ماشيه معاكي. كل حاجه كل حاجه. وليه طرق كتير حلوة جدا هنعملها مع بعض في الحشوات، عشان اوريكم انا بحشيه ايه برضو على الطبيعة. وهنا دي اول واحدة فردتها، دي نونا جابت لي الطبق حطيته وركنتها على جنب، وبدأت فردت معاكم واحدة تاني علشان اقول لكم للناس المبتدئين ايه بيتعمل ازاي. طبعا احنا لما ساعات بننزل الماركت وما بنلاقيهوش، ساعات بيبقى غالي جدا. شوفوا احنا من اقل من كيلو دقيق عملنا قد ايه، عملنا كم كبير جدا. هتستخدميه لكذا مرة مش مرة واحدة، وهيبقى عندك وانتي ضامنة انتي عاملة ايه حاجة نظيفة في البيت ومش مكلفة عليكي زي ما تجيبيها من بره. ولازم نفضه كويس جدا من الدقيق علشان واحنا بنعمله ما يسودش الطاسة معانا او الجريل اللي احنا هنسوي فيها. وهنا كنت مسخنة الطاسة على درجة حرارة وسط كده، وبدأت ان انا احطها معي.
بصوا بقى اللحظات دي بتبقى روعة، لما العيش بقى كده يبقى ناجح معاكي ويبدأ ايه ان هو يستوي كده ويبدأ يقب كده شوية بشوية، بيبقى خطير ومن غير خميرة، يعني بيبقى روعة. دي اول واحدة معايا، كانت لسه الطاسة بتاعتي ما كانتش سخنة قوي، فالنتيجة ما كانتش سريعة الافضل يعني. انا عملت هنا 2 علشان تشوفوهم وما طولش عليكم الوقت والفيديو يكون طويل. لو عجبكم الفيديوهات اللي انا بنزلها وبقدمها لكم، ما تبخلوش عليا باللايك والشير. ولو احتجتوا اي وصفة عايزين اقول لكم عليها او اي حاجة، انا تحت امركم. بعتولي في الكومنتات وانا انفذها على طول، عينيا ليكم. دي كانت اول واحدة انا عملتها. ببقى جايبة فوطة مبلولة، بلاها وعصراها علشان ما ينشفش معايا، وبغطيها، وكل كل ما بعمل واحدة انا بغطيه. شفتوا هنا جميل ازاي، شوفوا بيقب ازاي معايا، شايفين فظيع حلو جدا. بيبدأ يقب بقى كده ومن غير خميرة.